السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لو بتحب سيدنا النبي ما تسحبش الشاشة يا اخو، وغلاوة سيدنا النبي في قلبك ما انت ساحب الشاشة. ده انا حلفتك بسيدنا النبي الغالي ما انت ساحب الشاشة لما تاخد الدعوة دي من نصيبك. فروح يا اللي فتحت المقطع وعملت مشاركة للمقطع وعملت متابعة محبة في رسول الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يعطيك السعادة ويعطيك الرزق الزيادة وما يقطعلكش عادة، ويعطيك حتى يرضيك ويكفيك شر المرض ويكتب لك في كل خطوة سلامة، ويكفيك شر العين وشر الحاقدين وشر الحاسدين وشر ولاد الحرام وشر النمامين وشر القيل والقال. ربنا يشفي مرضاكم ويرحم موتاكم ويحل الحب عن اللي سألكم. صلوا على سيدكم النبي، وما تنساش انا امنتك تعمل له مشاركه وتعمل له متابعه. وانا بقول لك اهو، حب نفسك. لاول مره عايزك تجرب تبقى اناني في نفسك، ما تظلمش حد بس تبقى اناني في نفسك. تقف قدام المرايه كل يوم تقول ايه؟ انا بقيت احسن، انا بقيت افضل، انا بقيت اقوى. لان انت اما تبقى ضعيف الحياه هتدوس عليك، الناس هتفرمك. اول ما الحياه بتلاقيك ضعيف بتلوشك على وشك، لكن ما تبقى قوي الحياه تخاف منك، تبص لك وتبقى خايفه منك، خايفه من ردود افعالك، تقفل لك الباب قدامك وعارفه ان انت هراق. بص، هتكسر الباب وتعدي، الناس كلها تتجمع حواليك، والحياه عارفه ان انت تدوس على الناس دي اضعاف اضعاف. ومين قال لك ان انت عايش لوحدك والناس مش عايشه؟ لوحدي 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 لوحدي، ما كلنا عايشين لوحدنا. ما من اول الصبح لغايه اخر النهار في ناس عماله بتطوي الارض ماشيه على رجليها لوحدها بس ناجحه. اما ابقى لوحدي وناجح احسن ما ابقى معايا ناس وهم سبب في فشلي. عشان كده اعملها بدايه النهارده، بدايه تفتخر ان انت خدت القرار. روح اكتب التاريخ بتاع النهارده ده وقول ده بدايه قصه حياتي. اقسم بالله لو اوريكم النسخه مني المرعبه، اقسم بالله لو اوريكم النسخه مني اللي هتفرجكم اللي محدش عمله في حياتي. اقسم بالله لهوريكم النسخه الاقوى والاجمد على الاطلاق. وقول لنفسك كده، وجه الحياه بني ادم ما عادش بيعاتب ولا عاد بيتخانق مع حاجه، بيصحى من الصبح لاخر النهار كل اللي همه نفسه ونجاحه والحمل اللي على رقبته واحلامه، وبالجزمه لاي حاجه بتضايقك في حياتك، بالجزمه لاي حاجه واقفه ضد احلامك، بالجزمه لاي حاجه بتبعدك عن مستقبلك. واعرف ان القرار قرارك. انا في حياتي وانت في حياتك. في بني ادم بيقرر انه يعيش ميت، هو قرر ده. وفي بني ادم بيخلق لنفسه كل يوم حاله امل يعيش بيها، وهنتقابل في يوم من الايام واللي نجح ده هيحكي للعالم كله عن بني ادم كان عنده ايمان وامل في ظل وقت كل الناس في الدنيا كانت بتقتل الامل. بس لما ابوك وامك يتكلموا معاك كأدب، اوعى تعلي صوتك وانت بتتكلم معاهم. تحط ايدك ورا ظهرك وتقول حاضر وتقول نعم. انت بتفهم بس هم بيفهموا اكتر منك. انت شايف الصح بس هم شافوا المرار عشان يتاكدوا ان ده صح. انت شايف ان انت بتعرف تتكلم بس هم بيتكلموا اكتر منك، وهم انت بتتكلم معاهم تأدب. حط ايدك ورا ظهرك، ما تعليش صوتك عليهم، ما تضخمش نفسك عليهم، ما تقلش ادبك عليهم.